قبل اي شيء، قبل اي حاجه، قبل اي حد، يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك وكومنت وشير وتتابعنا على حسابي على تيك توك وكمان برضو على حسابي على انستجرام. ويلا بينا نبدا الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا، مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده من مذكرات عمده. مذكرات النهارده هنتكلم فيها عن شويه حاجات انا كنت عايز اتكلم عنهم من زمان، بس ما جاتش الفرصه ولا كان عندي الوقت ولا كان عندي حيل ولا كنت فاضي، وكنت مسحول ومشغول في حياتي الشخصيه وحياتي العمليه، وكنت تعبان، فعشان كده ما عرفتش ان انا اتكلم عنهم وقتها، او ان انا اصلا من اساسه ما كنتش بدات شغل اصلا من اساسه، او ان انا كنت بكتب او بسجل او بصور بس لنفسي. بس ما علينا، بما اننا رجعنا من تاني نشتغل على القناه وعلى الحساب وعلى المشروع ده كامل، فيلا بينا نتكلم ويلا بينا نقول ويلا بينا نعيد ويلا بينا نزيد. قبل اي شيء، قبل اي حاجه، قبل اي حد، يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك وكومنت وشير وتتابعنا على حسابي على التيك توك وكمان برضو على حسابي على انستجرام. ويلا بينا نبدا الحلقه. في حياتي دي انا شفت ناس كتير جدا وتعاملت مع ناس كتير جدا بحكم شغلي وبحكم علاقاتي، لان انا في وقت من الاوقات كنت مشهور وما زلت مشهور في الشارع. طول ما انا ماشي في الشارع او بروح اي حته بلاقي ناس عارفاني، بلاقي ناس بتسلم عليا، بلاقي ناس عايزاني في شغل، بلاقي ناس عايزه تقعد معايا. بس طبعا ده كله في الفاضي، ده كله في الفاضي وعلى الفاضي وللفاضي. وكنا اتكلمنا قبل كده كذا مره عن ان الوحده والعزله احلى حاجه في الدنيا، وتجنب الناس ومقاطعه الناس هي الحل عشان تعيش حياه سليمه، حياه طبيعيه، حياه سويه، حياه صحيه، حياه خاليه من الخراء والهراء. يعني من الاخر كده تكون بعيده عن الهري والخري، ومحدش يقدر ان هو يضايقك ولا يزعلك ولا يقدرك ولا يحزنك ولا يسرقك ولا ينصب عليك ولا يحور عليك ولا يكذب عليك ولا يتاجر بيك ولا يزايد عليك ولا اي حاجه من الحاجات الخرائيه دي. لان الناس دلوقتي بقوا عباره عن خراء متحرك وما بيقولوش اي حاجه غير هري، فهم خراء وعايشين في هراء. فالواحد مش ناقص خري ولا ناقص هري. من الاخر كده خرا، ده خرا. احنا عايشين في مجتمع خرا، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، دينيا. الدين بالنسبه لهم عباره عن تجاره وبس. فالحمد لله انا بعدت عن الناس، بقالي فتره طويله بعد عن الناس وقافل الباب، ما بتعاملش مع حد جديد وما بفتحش الباب لحد قديم وما بسيبش الباب موارب. انا اصلا من اساسه شلت الباب خالص وحطيت خرسانه. يلا بالشفا، اولعوا كلكم في 60 داهيه. مش عايز اي حد منكم سواء في حياتي الشخصيه او في حياتي العمليه، وخصوصا حياتي العمليه او في الشغل العمل. انا مش عايزكم. ليه؟ مش عايز خساير. المشرحه مش ناقصه قتله وانا مش عايز خساير. كفايه الخسائر اللي انا فيها. وعلى فكره انا ما بخسرش، لو انا خسرتك فده مكسب ليا. ولما بعمل مشروع وبقفله، المشروع ده بيكون كسبان كسبان كسبان. بس انت ما تعرفش ظروفي وشغال في الحياه دي عباره عن ان انت واحد فاضي وعمال تشتغل قاضي وتحكم عليا وعلى غيري. فما علينا، مش فارقه معايا كتير. وطز فيك وطز فيا وطز في الدنيا الغبيه، على راي كركر. سلام.